احنا المصريين بنحب التغيير لدرجة اننا غيرنا عاصمتنا اكتر ما بنغير باقة النت. بداية كانت مع الحاج نعرمر وحد القطرين وبنى منفي اللي هي 100 رهينة حاليا، كان مسميها الجدار الابيض غالبا عشان كان لسه مستلم الشقة على المحاره وماسك نفسه في الدهانات. بعدين ملوك الدولة الحديثة قالوا منفي زحمة ونزلوا على الأقصر اللي هي طيبة عاصمة الإمبراطورية، كانت بتصحى الصبح تسيطر على العالم وترجع بالليل تتعشى في الكرنك عادي. فخامة ما بعدها فخامة. وفي النص جالك إخناتون وعمل تل العمل، كانت عاصمة يوجا وروحانيات، بس ما قعدش 15 سنة والناس رجعت الأقصر تاني عشان السهر والشوبينج وحياة الملوك اللي بجد. الإسكندر الأكبر جه وقال أنا عايز عاصمة فيها بحر وطراوة، فبنى اسكندرية وفضلنا هناك قرون، واليونانيين والرومانيين مقضيينها سمك وجو أوروبي لحد ما الدنيا اتغيرت. ومع دخول الإسلام العاصمة بقت بتتزحلق من الفسطاط للعسكر للقطائع، كأننا بنجرب كل منطقة في القاهرة، لحد ما جوهر الصقلي بنى القاهرة وقال بس هي دي اللي هتقهر الأعداء، ومن يومها وهي قهرانة بزحمتها. ودلوقتي العفش بيتحرك للعاصمة الإدارية الجديدة، أحدث حلقة في مسلسل مصر بتعذب اللي ما بيخلصش من آلاف السنين. وعشان كده لازم نقتنع إن